أهلا وسهلا بكم في قناة تكتيك البطولة. اليوم حلقة جديدة عن مواعيد مباريات ملحق مؤهلة من نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم 2026. راح نحكي عن كل مواجهات الموعد، الذهاب والإياب، وكل الملاعب أين قد يلعب كل فريق، وأيضا راح نحلل جميع المباريات. استعدوا يلا نبدأ. في الموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا صياغة البطولة تغيرت، 36 فريقا في مرحلة الدور بدلا من المجموعات التقليدية. أول 8 فرق يتأهلون مباشرة للثمن النهائي. الفرق من المركز 16 إلى 24 تدخل في الملحق ثم النهائي بالنظام الذهاب والإياب لتحديد باقي المتأهلين. الموعد المباريات الملحق: الذهاب ملحق يومي 17 و 18 فبراير 2026، والإياب ملحق يومي 24 و 25 فبراير 2026. ريال مدريد مواجهة بنفيكا: الذهاب راح يلعبوا في ملعب لشبونة 17 و 18، الإياب في ملعب سانتياغو برنابيو في ملعب مدريد 24 و 25 فبراير. المواجهة النارية بين العملاقين بين اللقاء مثير في مرحلة دوري انتر ضد بودو جليمز. الذهاب راح يلعبوا في بودو جليمز 17 و 18 فبراير، اما الإياب راح يلعبوا في سان سيرو ميلانو 24 و 25. الايطاليون يحاولون يستغلون خبرتهم ضد فريق النرويج الطموح. المواجهة الثالثة باريس سان جيرمان ضد موناكو. الذهاب راح يلعبوا في باريس 17 و 18 فبراير، والإياب في موناكو 24 و 25 فبراير. كلاسيكو الفرنسي قوي في ملحق. المواجهة الرابعة نيوكاسل يونايتد ضد قرباء. الذهاب راح يلعبوا في أذربيجان 17 و 18 فبراير، أما الإياب راح يلعبوا في ملعب نيوكاسل 24 و 25 فبراير. رحلة طويلة للفريق الإنجليزي. المواجهة الخامسة أتلتيكو مدريد ضد كلوب بورج. الذهاب راح يلعبوا في مدريد في ملعب أتلتيكو مدريد، والإياب راح يلعب بملعب بورج 24 و 25. المواجهة تيكي تاكا بين فريقين إسباني متماسك من نادي بلجيكي قوي. المواجهة السادسة يوفنتوس ضد غلطاسراي. الذهاب راح يلعبوا في تورين 17 و 18، أما الإياب راح يلعبوا في إسطنبول غلطاسراي. المواجهة الجماهير وتيرا. المواجهة السابعة بروسيا دورتموند ضد أتلانتا. الذهاب راح يلعبوا في بروسيا دورتموند 17 و 18 فبراير، أما الإياب راح يلعبوا في ملعب أتلانتا 24 و 25 فبراير. مباراة قوية بين عباقرة الهجوم. المواجهة الثامنة أولمبياكوس ضد باير ليفركوزن. الذهاب راح يلعبوا في ملعب أولمبياكوس 17 و 18 فبراير، أما الإياب راح يلعبوا في ملعب باير ليفركوزن 24 و 25 فبراير. مواجهة تكتيكية بين الخبرة الألمانية والروح القوية من اليونان. من الأقوى في الملحق ريال مدريد وبنفيكا قد يكونان الأقرب للصعود، خاصة مع الجماهير في برنابيو. أما بي اس جي ضد موناكو كلاسيكو محتدم. أما المباريات مثل دورتموند وأتلانتا قد تكون مفتوحة لكل النتائج. نصيحتي للمشاهدين: احفظوا التواريخ، لأن هذه المباريات تحدد من سيكمل المشوار من أقوى بطولات الأندية في العالم. هل أنتم مستعدون لجنون كرة القدم؟ قرعة قالت كلمتها والملحق مؤهل لثمن النهائي دوري أبطال أوروبا. فجر مفاجآت لم يكن يتوقعها أحد. ريال مدريد يعود لمواجهة بنفيكا في لقاء تفوح منه رائحة الانتقام والإثارة. هل ينجو الملكي من الفخر النصور؟ وماذا عن صدمات نارية أخرى مثل يوفنتوس ضد غلطاسراي وباريس ضد موناكو؟ اليوم سنفكك شفرة هذه القرعة، سنحلل أقوى مواجهات، وسنتوقع من يصعد للدور 16 ومن سيعود للبطولة من باب ضيق. قبل ما نكملوا التحليل الناري ديالنا، إلا عجبك هذا المحتوى ما تنساش تدعمنا بواحد اللايك موجود وتابونا وقناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كاع الجديد. ويلا نبداو التحليل. البداية من قمة التي تصدرت العناوين: ريال مدريد في المواجهة بنفيكا. التاريخ يقول إن ريال مدريد دائما مرشح، لكن بنفيكا هذا الموسم ليس لقمة سائغة. بنفيكا يمتلك سرعات رهيبة في المرتدات، واللعب في ملعب النور في البرتغال دائما ما يكون جحيما على الضيوف. تحليل الفني: نقاط القوة ريال مدريد: الخبرة والشخصية البطل، وجود مفاتيح لعب مثل فينيسيوس ومبابي قادرين على إنهاء اللقاء في لحظات. نقطة قوة بنفيكا: الضغط العالي والجرأة الهجومية. التوقع: ريال مدريد سيعاني أمام بنفيكا. إذا أراد ريال مدريد يفوز فعليه أن يسجل في الشوط الأول. يوفنتوس ضد غلطاسراي. اليوفي يبحث عن هويته الأوروبية المفقودة، لكن سيصطدم بالبركان إسطنبول. غلطاسراي بجمهوره المرعب واللاعبيه أصحاب الخبرة قادر على إحراج السيدة العجوز. أعطوني توقعاتكم لهذه المباراة. في قمة فرنسية بنكهة أوروبية. باريس يعرف موناكو جيدا، لكن موناكو هذا الموسم يقدم كرة القدم ممتعة وهجومية. هل يسقط مدرب باريس سان جيرمان أمام طموح موناكو؟ بروسيا دورتموند ضد أتلانتا. هذه المباراة ممتعة لفريقان يلعبان الكرة القدم مفتوحة. دورتموند وقوة الجدرية الأصفر ضد تكتيك معقد مع أتلانتا. توقع الكثير من هذه المباراة، كثير من الأهداف هنا. أتلتيكو مدريد ضد كلوب بورج. سيميوني في اختبار القوة البدنية، وبورج فريق عنيد جدا دفاعيا، وأتلتيكو يحتاج لتركيز هجومي عالي لتفادي المفاجآت. باير ليفركوزن ضد أولمبياكوس. كتيبة إيريك تاين هاج
مرشح فوق العادة، لكن أولمبياكوس فريق يمتلك روح قتالية عالية جدا. هذه النسخة من الملحق هي أصعب ربما في تاريخ النظام الجديد. نرى فرق كبيرة مهددة بالخروج مبكر، وهذا ما يجعل دوري أبطال أوروبا بطولة الأقوى في العالم. برأيي مواجهة ريال مدريد وبنفيكا هي التي ستحبس الأنفاس حتى الدقيقة الأخيرة. والآن جاء دوركم، من في رأيكم سيكون حصان الأسود في هذا الملحق؟ وهل تتوقعون خروجا مفاجئا لريال مدريد أو باريس سان جيرمان؟ اكتبوا لي توقعاتكم في التعليقات، أنا أقرأ كل شيء. ولا تنسوا ضغط زر لايك وإن أعجبك التحليل والاشتراك في القناة لتكونوا أول من يعلم بنتائج هذه المباريات النارية. شكرا للمتابعة ونراكم في فيديو قادم. سلام.